الشعر علاج لو لعنة؟ يعني الشعر يفتح لك باب أنه أنت يجوز تتنبأ بالمستقبل. العالم من تسمعك تتذكر محسن. ما شايف مثل روحي بلج متجرح تتونس. انت ماخذها راحة البال؟ الحزن هو مولود بالجنوب، ولادته من السداد يمكن إذا عدى جنسية وتقلب وتلقاه جنوبي. ما تكتب الرثاء وما تكتب الهجاء وما تكتب الحسيني. ما أقرأ شعر أبدا، ما أشوف روحي شاعر. يقال أن الورقة التي سقطت من محسن الخياط التقطها أعزار الجياشي. جانب سيفه متعني وتلقيته بطرق منحر، وقصيدة محسن جروح نظمها مربع مدور، وجرح من حربة مسمومة لا عطبة طيبة ولا يفيد الزر. واركب من الوقت قوة على دولابه، ساعة أصعد وساعة أنزل وساعة أفتر. علمتني الأيام البشر نوعين، أكو الباهت وأكو لي ينقط ألوان، أكو يخطط حياته لآخر أسبوع، وأكو عايش حياته شلون ما كان، أكو يتشيخ على شيوخ الشيوخ، وأكو قضى العمر لا حوق نسوان. نظرا لتفاهة ما يحدث يا أعزائي، بمرور الوقت راح تكون منظومة عظيمة اللي هي منظومة الصمت. بوقت صار الانفتاح يتغطى بإطار الانحلال، وبوقت الغيور والعدة شرف صار معقد، والعلاقات العاطفية محتوى بالميديا. فأحيانا الصمت أبلغ للتعبير عن الواقع. وهنا الإنسان يحتاج النقطتين، يحتاج يحافظ على هذا الصمت ويلقى أشياء تعبر عنه. ومن أعظم الأشياء اللي تعبر عن خواطر الناس الشعر. والشعر ما مقرون بمحافظة ولا بمكان ولا بزمان. اليوم ضيفي من الضيوف اللي صورته تعبر عنه، هدوءه وقلة ظهوره هو أكبر انعكاس الأثر حضوره. هاي حلقة أنا منتظرها هواي، من محافظة عزيزة على القلب وأثرت الشعر الشعبي العراقي بأسامي مهمة من تأسيس الشعر الشعبي إلى الوقت الحالي. هو امتداد، يمكن هو صغير بالعمر لكن كبير بالتجربة، تحسه مزيج بين الحاضر وبين الماضي. أحيانا قصائده يسقطوها على أشياء خارج أطر الشعر والعاطفة والمشاعر. تلقى أبياته على فيلم سينمائي، على لاعب كرة قدم. فالناس من توصل للمرحلة تعبر من خلال هذا الشاعر عن أشياء خارج أطر الشعر، فهاي قمة النجاح وقمة الأثر. اليوم أنا متحمس لهاي الحلقة، أنا وانتو والسماوي المهم اللي شرفنا اليوم بحضوره، الله يسلمك أعزار الجياشي. تعلمت الصبر منك يا طود الحزن يملح، ولبست الليل لو داعك قصر بي يوصفه مشلوح. أريد أكتب وأخاف أقرأ، وأخاف أكتب وأرد أمسح، ود أسكت ود أحكي، ومرة اختصر مرة أشرح، وأنا بين هاي وذيك بي الشي بيتوكح. صح ما تريد الروح وردناها بد ما صح، وشح طيفك على عيوني لكن طاريك بد ما شح، وخسر ملعك الولايات وبسنين الهفت فلح، وام الحزن ولاده وام الفرح تتطرح، وانا بلا خلق متعوب وهي بزيجة تتمرجح. وداريها بصبر قلبي وياها العمر وذح، وشفت حد الحديد يبيج لكن حد اللسن يذبح، وشفت طبع ليهم يحكي وانا مندفن حسر تفرح، عسب فراش مأموتا موت الوقفة عالدروح، أكفت رأج بعل الريح لا ينفع سبوق ولا يفيد الله. يا سلام، أنت تخاف لا تموت وأنت ما واقف، تريد تموت واقف؟ والله الأقدار بيد الله سبحانه وتعالى، لكنه تموت واقفا خير من تموت على وساده. وأكبر دليل يعني هو قبل فترة أنا طلع واحد عجبني قال لي ماذا تتذكر إذا رأيت النخلة؟ قال له تذكر العراق. فهو هاي النخلة يعني تبقى وهي تموت ولكن تبقى هي واقفة، وهذا أفضل بهواي.
وهاي حسب الأقدار. إن شاء الله نموت واقفين. لا إن شاء الله. عمرك طويل. أنت عندك استرسال شعري بخصوص الموضوع هذا. هذا متناول أنا بقصيدة تقول: صرت لك ماي دهلة وديرتك بور، لقيتك ما تخضر عود شخاط، مصنهب لك عمر والخوف بالعين مثل وقفة الجند قبال ضباط. يا سلام. صرت لك ماي دهلة وديرتك بور، لقيتك ما تخضر عود شخاط، مصنهب لك عمر والخوف بالعين مثل وقفة الجند قبال ضباط. وترى انت بكل قصيدة بشعر لك بيت، ولي ببيت قلبك كل شي ما حاط، ما قل لك مبين للي ينشدون حضرة وما صرت للبوم محطاط. سلام. وبعدنا تقفله وانضكتني الايام مثل شوغة المهر الضاك هكشاط، ومن طول الصبر لابس دشاديش علي مفصلات فصال خياط. سلام. كارهني الوقت ديان بالباب، وشارهني كره عاجر للقماط. يا سلام. متى تعد ولا متندم عليك يلب وقت الصناجر موتك انطاط. الله. وفي وقت أن تكون على الوادم هي تروح تعارك وتموت على الصنقر، وانت متت على وساد المفروض تموت وياهم. الصنقر الساتر. اي صنقر الساتر. زين انطاط شنو؟ انطاط هو يعني هسه مسمانا الحديث هذا هو جلطة، بس سابقا كانوا يسمونه انطاط. فلان من زيد من الناس نط ومات، انجلط ومات. هسه بمصطلحنا هذا تغيرت التسمية. تغيرت التسمية. غيرت التسمية، غيروها. واحنا نستفاد من عندها هاي، نضمنها بالشعر، ومن نسأل عنها نوضحها. ان شاء الله يا واضحة. ما انت تؤمن بالغموض احيانا بعدم الوضوح الكلي؟ يعني انا احسك دائما قد ما تحكي التضامشي. مو انا اقول لك شوف، الانسان يعني لازم اكو عده شيء ما معروف للكل، لازم يخلي مساحة إله. يعني هو إيش ما يريد يحكي لازم يخلي شيء إله خاص به، مسافة يعني بينه وبين الناس، يكون أشياء هاي الناس ما يقتحمونها الباقين، هاي خاصة به. أما إذا كان هو واضح للجميع يعني سهل لافتة كلها تقراها بالشارع، اللي ما يقراها يعني كل الناس تقراها مو حلوة. بس إذا كانت هاي اللافتة بيها يجوز، هي هم لافتة ما يخالف، بس بيها كلام مبطن يعني ياخذها الإنسان حسب ثقافته. صح. أكو واحد ياخذها سطحية، وأكو واحد ياخذها لا بيها بعد ثاني. بالنسبة لحياتك الشعر علاج لو لعنة؟ لا، الشعر لعنة. لعنة مو مفهوم اللعنة، وإنما يعني الشعر تقول أنا يا ريت أنه أنا في يوم من الأيام ما كنت شاعر، لأنه أكو أشياء بالشعر تبين لك يعني ما مفهومة عند الباقين. يعني الشعر يفتح لك باب أنه أنت يجوز تتنبأ بالمستقبل، يجوز الإنسان من تقعد وياه تعرفه، هي هاي زينة، بس أنت يعني مثل ما تقول الإنسان هذا تحبه ما تريد تخسره، بس تعرف النتيجة 100%. ايه. زين أنت مرات كاتب شيء وصاير بعدين؟ كاتب شيء وصاير بعدين ايه. تظل روح وكيحة عين دمعها بمستحم للثم. تظل روحي وكيحة عين دمعها بمستحم للثم، ويدقني الشوق لعيونك مثل حب الدخن ونعم. يا سلام. ويدقني الشوق لعيونك مثل حب الدخن ونعم، وظل كندو بسيل عليك وانت القاع ما تشرب مسيل الدم. يا سلام. ما تقعد ولان الشيب والفات العمر يندم، هم روحك يا حيل صباي جزاك التو يتعلم. لا يا حيف ضاع الكيف ضم روح الصقر والصيد للدلم، وإذا صرت تشكي من فرقاك كون الأشتكي لطرم، وترانا تشوف ما عدي وشيلك بيش يمقرم. وين الحمل الليل على راسك وار، وين النام يتحلم بيش نحير وشنه نصير يا حايد ترى نهلك علينا شبيك تتهدم. وانا معلم ألف النار بضلوعي خاطر خبزتك تسلم. يا سلام. وانا اشجم ليل الله يسلمك. الله أكبر. وإذا صرت تشكي من فرقاك كون الأشتكي لطرم، وخاف تغر نبودادك وخاف ان تشفو وتندم.
وانا كم ليل نيمت علمتني ولا تظن مهتم، ويا وانت شلون طشرت العمر بجفاك وبس تجبل يرد يلتم، وين الحمل الليل على راسك وار، وين النام يتحلم بيش نحير وشنه نصير، يا حايط طرح نهلك علينا شبيك تتهدم، وانا معلم ألم النار بضلوعي خاطر خبزتك تسلم، ولشامت أصيرا سم ومن تندهلي أقول لك سم، لم الحيل عبرك ليل وحالك كان حال الخيل وسويتك كحيل دهم. الله 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 الله. حالك كان حال الخيل سويتك كحيل دهم. وصدق صار كحيلة هم بسببك؟ اي مو لا هو كحيل بس سويتك كحيل دهم. اي لأنه أكو قول الرسول يقول خير الخيول الأرثم الأدهم. وسويت الحصان الأسود. زين شوف سؤال، أنت هاي ضمن القصائد الجديدة اللي وعدتنا بها بالبرنامج؟ أي هاي ضمن القصائد، هاي واحدة من القصائد. وإذا أقول لك عبر لي على الثانية، شوف أنا جزء من الجمهور اللي يحبك وصلوا لي إياها مفردة إنه تخلصه بالحلقة، تعصره شعريا. ممكن نعطيكم يعني واد مش لون. لغيرك أمشي ما أحسب، لغيرك أمشي ما أحسب، ولك خطواتي محسوبة، وقصيدة ما طلب جرحي وقصيدة بحزن مكتوبة، وشفت قلبه هرش مجتول عيبة غثل يهوبه، ولك روحي عزيزة وما أعزها عليك، وهي شلون مرة تنام مختعضة، مرة تنام متعوبة، مرة تدلل متيهين، مرة تيه بدروبه، وراويتي جرح لليل خلط وجهه ودرح ثوبه. الله أكبر يا سلام. لغيرك أمشي ما أحسب، ولك خطواتي محسوبة، وقصيدة ما طلب جرحي وقصيدة بحزن مكتوبة. تعب يا جماعة الخير، عم وقف والله أنا آسف على المقاطعة. تعب يعني من يقرأ تحسه هو يركض وانت لازم تركض وراه، وبين ما اريد اقاطعه وبين ما اريد يكمل لان اكو مساحات جمال. الله اكبر. ما راح احكي شيء، سمعوها مثل ما هي. لغيرك امشي ما احسب، ولك خطواتي محسوبه، وقصيده ما طلب جرحي وقصيده بحزن مكتوبه، وشفت قلبه هرش مجتول عيب تغث اليهوبه، ولك روحي عزيزه وما اعزها عليك، وهي شلون مرة تنام مختاضة، مرة تنام متعوبة، مرة تدلل متيهين، مرة تيه بدروبه، وراويتي جرح لليل خلط وجهه ودرح ثوبه. تقول لغيرك أمشي ما أحسب، ولك خطواتي محسوبة، وقصيدة ما طلب جرحه وقصيدة بحزن مكتوبة. يا سلام. وانت سنينك على هداك وانا سنين منهوبة، وحل شافك بدربه ودور حتى بجيوبه، شيل محزني عليه الزاود الوادم، ذهب طايح بعرقوبه. عيد تدور وين؟ ادور حتى بجيوبه. سلام. لغيرك امشي ما احسب، ولك خطواتي محسوبه، وقصيده ما طلب جرحي وقصيده بحزن مكتوبه، وشفت قلبه هرش مجتول عيبه غث اليهوبه، وانت سنينك على هداك وانا سنيني منهوبه، وحل شافك بدربه ودور حتى بجيوبه، شيل محزن عليه الزاود الوادم، ذهب طايح بعرقوبه، وشفت قلبه هرش مجتول عيبة غث اليهوبه، ولك روحي عزيزة وما أعزها عليك، وهي شلون مرة تنام مختاضة، مرة تنام متعوبة، مرة تدلل متيهين، مرة تيه بدروبه، وراويتي جرح لليل خلط وجهه ودرح ثوب. يا سلام. غريب شعريا، غريب يعني. ملامح قصيدتك هي إذا نقول بين الحداثة وبين الكلاسيكية، فهي تنطبق عليها المفاهيم القديمة أكثر من المفاهيم الجديدة. هاي نوعا ما أنت تحس أكو رفض الحداثة الشعر الشعبي؟ لا أبدا، لا أنا أبدا مو ضد الحداثة، بس إحنا شو نقول مثلا الشاعر الفلاني أو مجموعة الشعراء الفلانيين، يعني ذولا اللي يحب يسمع حداثة يسمعهم، والشاعر الفلاني أو مجموعة الشعراء الفلانيين شوية يكتبون بعيدا عن الحداثة، شوية يميلون للحسكة ولغة الجنوب هاي الجميلة، يعني نحاول نخلي الكفتين مساويات. اللي يحب يسمع
الشعر بالحداثة الموجودة يسمعه، واللي يحب يسمع ما نسميه احنا الحسكة او الكلام المبطن يسمعها. ابدا لا، انا مو ضد الحداثة، لا بالعكس، الحداثة هي مو توصل بسرعة، بس الحسكة تخلي تساؤل عند المتلقي، مو وضوح كامل. ايه يعني تخلي عدة تساؤل، مرة تخلي عدة بمفردة، مرة تخلي عدة بصورة شعرية، ومرة تخلي يعني انا اتذكر مرة فاضل غضبان الله يرحمه، الله يرحمه، عدة بيت يقول صار طبعك مثل مغزل ما يسمن خيط صوفه، يصيبه واهس من يرفعه. الله. إيه فيعني هي هو يستهلكه. إيه فيعني هذه يحتاج لها واحد شايف البيئة مال البداوي والريف، صح، حتى شنو يوضحها. اما مثلا تروح مثلا الصورة ثانية، مثلا اكو صورة عند كاظم اسماعيل القاطع يقول ذاك الطير عنده 2 جنحان انا مكسور وطرت بجناح واحد، يعني هسه هاي الكل يفهمها، ما عكس ذيك. صح. اي فهنا احنا ابدا لا مو ضد الحداثة، بس نقول خلينا نصير كفتين مساويات، اللي يحب يسمع شيء بالشيء البسيط هذا يعني والحداثة اللي موجودة، واللي يحب يسمع هذا اللون الثاني. انا برأيي الشخصي انت حداثتك ان انت احيانا تروح القمة الماضي، القمة الكلاسيكية، وبالوقت الحاضر بما انه الناس اغلبها متجهة للحداثة، فيخلي الشيء الحديث والجديد انه شاعر تحسه جاي من قلب الماضي، انه تحس المفردة والبناء الشعري والقصيدة الطويلة هي اللي اصلا بدا الشعر بيها ضمن كلاسيكية الشعر. ما انا اقول لك استاذ، احنا شوف يعني احنا واجبنا انه هسه احنا انا مثلا اتحمل مسؤوليتها وغير 3 4 5 يتحملونها، احنا خل نحافظ على الماضي، خل نحافظ على القصيدة. هسه احنا الاغلبية يكتبون بالحداثة، احنا خل نحافظ على هذا الارث حتى يظل مستمر ما ينتهي. خو مو كلنا احنا نروح نكتب حداثة ونعوف، صح. ذاك خلي قسم من عندنا يبقى بهذا اللون، ويبقى بالشيء الماضي هذا، يبقى محافظ عليه حتى ما يروح. يقال أن الورقة التي سقطت من محسن الخياط التقطها أعزار الجياشي. الله يرحمه أبو ظاهر، والله أبو ظاهر رجل اسم يعني، وما يعني أنا قايلها بلقاءات هواي، قايلها أنه محسن خياط ما يحتاج يعني عزارة ولا يحتاج أي اسم، هو الرجل واصل بنتاجه وقصائده، وهذا ألمه اللي كان هو ألم صاحب فضل عليه يعني. طلع على الساحة وهاي الطاقة الكبيرة. شلون تشوفه انت؟ شلون تشوفه من ينذكر هذا الاسم وتطلع صورته وقصائده؟ شلون تشوفه؟ شلون شفته؟ شلون عرفته بالبداية؟ أبو ظاهر أحسه بروحه يعني، والعلم أنا يعني لقاء شخصي ما عد بيه، ما كنت قاعد وياه، صادف مرة جابوه بمهرجان مال أيام الإضراب مال الدوام مال الجامعات 2019 مظاهرات مال التشرين، ثورة التشرين. اي ثورة التشرين، الثورة العظيمة هي. فجابوه كمل مهرجان، انا كنت وين هاي بعدني توني ما طاب لي الوسط. اي ما لا بعدني هيك اكتب بعدنا شخبط. اي فصارت الناس هوس عليه، هو ما يقدر خطية مريض، اي فياخذون صور وياه هاي. فأنا كان ببالي بذيك اللحظة يعني كان ما كان يعني محسن مثل ما أعرفه هسه أفهمه هسه 2019. فوصل تاخذ صورة وياه، العلم أنا يعني ما مجرب أنه أخذ صورة ويا واحد. تاخذ صورة وياه يعني وصلت عنه مسافة حتى تقريبا حوالي 10 أمتار، واضطريت أنه أرجع يعني جاني هاجس أنه أرجع. ما متحسر على انه لا هو اكو حسرة واكو بنفس الوقت يعني صدمة. اقول انا لو ملتقي بيجوز هواية اشياء يعني عندي تتغير اتجاهه، وحسرة لانه ليش ما صورت وياه او وقفت يمه او حكيت وياه. وانا باوعت له هو تعبان يعني، باوعت التقاسيم وجه انسان يعني متعبت الحياة كلش. وانا قلت بعد لا ذولا مسوين وما مو عبء عليه،
وإنما هو من حبهم إليه، بس هو حالته الصحية ما تسمح. قلت أنا بعد يقول إذا يكمل الغرقان غطه، زين أنت خل أروح أنا بعد. أنت كبناء قصيدة إيه. وكملامح، العالم من تسمعك تتذكر محسن، وخصوصا ما موجودين هواي بالوسط بيكتبون بهذا النهج، هذا النهم الشعر، النسق اللي هو يكون سريع ومفردات سماوية نوعا ما صعبة. ايش معنى انت الناس شافوك بهاي المساحة؟ والله هو أستاذ سجاد هو ما كان باختياره أبدا، لا بس هو العفو هو طلع وياه يعني انت بديت هيك ما بادي غير شيء؟ لا ما اصلا ما كان محسن ببالي يعني. اول قصيده انكتبت يعني ما كان ببالي محسن اصلا. كنا قاعدين احنا اللي قاعدين نحب الشعر ما نكتب شعر. قلت له انا يوم كاتب قصيده. قالوا شو تقول قصيده؟ قلت لهم القصيده تقول ما شايف مثل روحي بلج متجرح تتونس، قال يا نزرة ولا تطخل الشوق وقبال تريد تقوم تترفس. من الدخل ما شايف مثل روحي بلج متجرح تتونس، نزرة ولا تطخل الشوق وقبال تريد تقوم تترفس. وانا روحي عشيرة جروح وجرحك بيها يتريس، يا طبعك هو عذيبي ما تنشاف تتهيس. اشوفك وين وانت بكل حلك كلمة، وانا مثل العنب عالي والما لا يحيذمه. يروح الجاء مني يطيح يصعب على الذي يلمه، صعب وقت بحر من دم بحلق الغرق يعطش ويتيبس. يا سلام. يصح اللي تريد الروح إذا يلطخ باب الكاول بحنه، ويصح اللي تريد الروح من يتبختر الشيطان بالجنة. وقت يجر عدل وياي من ترهم عجوز البيت وتشنه، وسفه يطير طير البوم والشاهين يتهلس. شو وقت الوقت يجر عدل وياك؟ من ترهم عجوز البيت وتشنه، وسفه يطير طير البوم والشاهين يتهلس. يصير تعرين البردان وبتموز يشمس، يصير الماء يجد الشوف طافح ولي جد الشوف يتهمس. مسخت والعمر دله بحضن كانون، فاحت والمعذب يدري بس غلس. الوقت بيحثر الخيال وبي حتى العزوم معرينه وتطمس، دفرت والعذار تملطخ من الطين وكل ما جالها بشط الوحل تركس. اخاف لا رجلها يروح ونسيت على تفلس. وحشم وين الراضح اللي بالدر، ما تفزع ولك دفزع ما تفزع ولك دفزع. ما شانت الخوة عليك ما جابت أخوة وتذكر المرضع. الوقت عرس على البيذل وأنا على الليالي معرس تعرس. وأنا خلقي مثل جمرة لا تنكض ولا تنضم ولا تنشر ولا تنباع، مراية مجاب لي العميان. وأنا أدري الشذرة من الطيح تكسر قيمة المحبس. ماشي لك درب بملة الناقة وجايب لك حكم مملوح بيستطعم الضاقة. جيت أعبر نهر روحك لقيت القنطرة عوجة ومكسورة وظهرها ملس. قالوا هاي قصيدة مال محسن. الله منين جايبها انت؟ هاي أول قصيدة كاتبها؟ هي أول قصيدة هاي. قالوا منين جايبها هاي مال محسن؟ يعني بوقتها تذكرت مباشرة، بوقتها تذكرت موقف الكاظم اسماعيل القاطع. يقول أنا كنت ما لي علاقة بالشعر، علاقة مال هو قال أنا بسن المراهقة. هاي بعد سن المراهقة يحب ويكره بكيفه بدون قواعد وبدون أسباب بدون كل شيء. يحب ويكره بكيفه ويعارك ويزعل بكيفه. فيقول احنا كنا نلعب طوبة خلصنا قعدنا بالليل قلت لهم أنا كاتب قصيدة. قالوا شنو القصيدة الكاتبة؟ قلت لهم قصيدة انتهينا وانتهى ما ينتهي وخلص حكينا. هي قالوا هاي القصيدة مال مظفر منين جبتها؟ فتذكرت الموقف هذا مال كاظم اسماعيل القاطع الله يرحمه. فهو التأثر مشروع، شاعر يتأثر بشاعر غيره مشروع. وللعلم يعني أنا أسمع مظفر وعريان أكثر من ما أسمعه، بس هو مثل ما أسمع محسن بس هو طلع يعني وياي شعر. خصوصا أنت شوف أنا من أحلل الموضوع، أنت ابن نفس البيئة وأنت شعريا يعني أنا ملامح قصيدتك أنا أفرح من مثلا خلينا نقول مثلا أنا بعالم كاظم اسماعيل القاطع، غيري بعالم عريان السيد خلف، أنت بعالم محسن اللي هو خلينا نقول العالم الناس السبقونه بالبداية. هي عوالم. الصعب اليوم أنت محسن الخياط بنظر الشخصي هو أصلا صعب التأثر. أنا اليوم كشاعر ذا أتأثر بمحسن
ما من الممكن اخلق قصيده بهذا النسق وهذا الزخم، لان هاي الصعوبه. انا اليوم كشاعر من نباوع قصيدتك متعبه بالكتابه ومتعبه حتى للمستمع. ليش؟ لان بيها زخم وبيها عمق، وانت ما تحط الشطر شلون ما كان. فهاي مو قدامك والله. بس انا يراودني سؤال هسه بعيدا عن كل شيء. انت ما لحقت تاخذ وياه صوره، ووراها صارت عندك تجربه لسنوات. لو حاليا محسن الخياط قبالك ايش تقرا له يا قصيده؟ محسن قبالي ما اقرا شعر ابدا. اذا هو طلب منك وما هو استاذ، يعني شلون اقرا قدامه؟ اجاك وقال لك اقرا له قصيده، والله بظاهر هو شوي يحب الغزل، فاقرا له اخاف عليك تتبدى شعر ما لمتك ماشي. يا جماعه الخير، اللي يسال، شوف اي واحد يسال الشعر العراقي شلون يتغزل، اخاف عليك تتبدى شعر ما لمتك ماشي، دم قلبي وهو انعاشه. اخاف عليك تتبدى شعر ما لمتك ماشي، دم قلبي وهو انعاشه. ايش عزك من تمر بالروح وانت بكل جرح تنحط، اخاف عليك اذب روح واخاف ان بيه تتورط. افوى يا محجل الرجلين خلاك الوقت تفحط، وما حد شالك بروحه طحت يمر على دشداشه. من الدخول واقراها بروحيتك يا عزارة، لا تبخل علي. تقول اخاف عليك تتبدى شعر ما لمتك ماشي، يا دم قلبه وهو انعاشه. ايش عزك من تمر بالروح وانت بكل جرح تنحط، اخاف عليك اذب روح واخاف ان بيه تتورط. افوى يا محجل الرجلين خلاك الوقت تفحط، وما حد شالك بروحه طحت جمر على دشداشي. اريدك تثبت بروحي ادق عليك دق مربط، وندري بك حلم كذاب بسرتك، ويقولون الكذب مرات يسوى الصدق المخربط. شق الكاغد انشقيت، ايش تظن يراف يتخيط، وقلبت الجمر بيدي صرت دلته ومن قاشه، ودوم انت بسط عيني عشرة خيط للمخيط. ايش عزك عايش على الله ينبت الشيح، ظل بعنفوانه ولا ترى الشط، طلسم كاتبك بيده افتهم معناك وغيري يشوفك مشخبط. لسهر لك سهر شتال يخاف ينام بفراشه، وجبيت الشعر بيه وناره بكل حرف تلعط، يا قوس اللي بس 7 ألوان ومن كل لون ماخذ خط، ترف ويشيل ثقل الماي، وانا وياه مرديه ايش ما حمل ثقل ما غط، مثل ديره محلة روحي غيمك بيها ما نقط، يا نعمش ما تريد تطيح تتلقط، صرت لك تمن بجاون تتناوب الهباشه. يا نعمش ما تريد تطيح تتلقط، صرت لك تمن بجاون تتناوب الهباشه، وانتش ماصر الدفتر اصير لك كلم وانقط، ولو انحكي شمات الباد فوق الباد لتحوط، ولسعب جمرة العطاب وفصده بشفرة المشرط، وقل لك هاك لم عمري يشيل ام عمري قصب ويطير نفاش. الله متعب والله متعب. الله يعني اسف انا اذا تعبتك يعني. لا انا افرح من التعبني شعريا للامانه. انت يعني كل ما جاي اقول لك الله ووقفك بمساحه اقول حرامات. ليش حرامات؟ لان قيمه قصيدتك جزء من قيمتها انه انت المفروض ما واحد يسكتك. الله يسلمك. واحد يبوع عليك والله يبوع عليك ويصفن ويخليك تغرد براحتك. الله يسلمك. بهاي القصيده اعود افتح لك موضوع. بهاي القصيده صارت حاله غريبه بالذات. انت تتابع كرة قدم؟ شو تشجع؟ انا اشجع ريال مدريد، ولو انت تحافظ على هاي الامور. لا صارت حاله انت تشجع ريال مدريد. شايف انا مقطع من قصيدتك جمهور برشلونه خاليه على ميسي اللي هو اسطوره برشلونيه. والله شوف استاذ، انا بالنسبه لي يعني يمكن بعالم كرة القدم التشجيع يمكن اختلف عن الباقين. يعني شلون؟ يعني مثلا هسه انا اشجع ريال مدريد، بس تقول لي يعني ما احب برشلونة، لا بالعكس. يعني اساطير انيستا تشافي يعني شو تدري بويول اللي تريد تحسب ميسي هذا بالله هذا رئيس الهرم. انا من اشوفهم واشوف هاي المقاطع تطلع قدام وهاي، انا والله بداخلي افرح، بس بنفس الوقت احل كريستيانو.
اشوفه مرات يسوونه على زين ما ادري اذا زين هو هذا المقطع بالذات. اي برايك هم جمهور برشلونه شافوا ميسي كبر بالعمر وغادر النادي وورا مغادرة النادي بدأوا يحنون إليه فبدأوا يحطون القصيدة من أفه يا محجل الرجلين خلاء كل وقت تفحط وما حد شالك بروحه طلع يجمر على دشداش. يا سلام. أريدك تثبت بروحه أدق عليك دقمر. والإنسان لازم ترى هاي مسيرة الحياة هيك إنسان يوصل إلى مرحلة عنده طاقة هو تخلص طاقته بعد. صح. ما يقدر يبقى بنفس الرتم ونفس المستوى. زين اكو شخص بحياة. شوف انا سؤال سألتك اياه قبل البرنامج. انت فلسفتك بالشعر ما تكتب الرثاء وما تكتب الهجاء وما تكتب الحسيني، ايش معنى؟ والله انا مثل ما قلت لك يعني هذا الموضوع ما احب اخوض بيه واطيل بيه بالكلام. القضيه الحسينيه اولا انه انا اكتب للامام الحسين، وهاي القضيه مال اهل البيت بصوره عامه هذا الشرف الي ورصيد الي هسه بعيدا عن الشعر، يعني ان شاء الله بها اجر وثواب. هاي وحده. الشغله الثانيه انه قضيه الامام الحسين عليه السلام قضيه اسمى من اي قضيه ينكتب عليها. الحب سامي، حب الوطن سامي، حب الوالدين حب سامي، بس هاي القضيه اسمى منهن كلهن. يعني هسه يعني اكو آية قرآنية تقول وبالوالدين إحسانا، بس من نجي نقرأ بالزيارة يعني الإمام الصادق يقول بأبي أنت وأمي، الإمام الحسين عليه السلام. فهي هاي القضية أنه تكتب لها الشيء يعني فوق السامي. وأنا ما كتبت لها لأنه أولا لقداستها، هاي وحدة. واثنين أنا من أريد أكتب بمستوى القصائد التي تليق بهكذا قدسية. أنا ما أكتب شيء وهاي ما يعني هي مو محسوبة، مو إلي. لا جميل هذا، مو إلي. هاي قضية تخص أهل البيت وأتباع أهل البيت، وأهل البيت أتباعهم يعني مو موجودين، يعني مو فقط بس بالعراق، كل أنحاء العالم. ومو يعني مو ناس عاديين، لا تلقاهم يعني الأغلبية واصلين، واللي ما واصلين عندهم فطرة سليمة. عندهم فطرة سليمة. اكو حالة انا اصلا مشخصها. انا شخصيا بعيد عن الموضوع، بس اكو شعراء قاموا يستخدمون للاسف يستخدمون الطف وموسم عاشور كموسم. يعني هو مثلا يعلن قبل الموسم ان انا عندي 4 قصائد جديدة كملتها حتى يمهد للمهرجانات، حتى يمهد. وهاي يطلعك من خانة الشعور الحقيقي. شوف استاذ، والله انا يعني القريبين مني يعرفون بي. انا يعني فترة محرم صفر اتوقف مو اتوقف عن الكتابة، انا ما اتوقف عن الظهور ابدا، يعني ما اطلع. لا ليش؟ لانه اغلبية الشعراء، بس احنا ما نريد نجيب اسماء تمام طب بهذا الموضوع الحرج، يستخدمون يعني هاي القضية لأجل المادة، يستفادون. صحيح. يعني هو يعني ما يطلع المهرجان إلا بكذا مبلغ، وما يجي هيك مكان إلا بكذا مبلغ. فإحنا المفروض هاي القضية يعني نكون نتعامل وياها بشيء أسمى من المال. هاي عقيدة وهذا الدين، يعني ما يخالف. أسأل كل إنسان عنده عقيدة خاصة به، وكل إنسان يقدس عقيدته، بس إحنا نقول المفروض هاي القضية تكون شيء أسمى من المادة. صحيح. هذا المطلوب، إنه ما نفكر نكتب للمادة، لا نفكر نكتب صح، نفكر شيء يليق باسم هاي القضية فقط. وهاي برأيي أنا هاي رسالة عظيمة. الله يسلمك. زين، بموضوع الهجاء عندك ابن عم الهجاء، خلينا نقول مو هجاء، انت ما جاي تعاتب بقسوة. اي بعد عنده حكي نلقاك اقول له دخول. بعد نون الصبر صاحب مشاوير،
وبعد عين على شوفك بيها سولة، يفر بي الوقت فرت نواعير وبعد عد حكم نلقاك أقوله. سد باب الفرح للمحتن وجاي، أيس لا تحط صبرك مفاتيح، طحت بس مو بوقتك طيحتك هاي، المطر بالرابع تكرها الفلاليح. الله. الغير انطقوا وصاروا فناجين، وانا على الجمر واجف ولا اصيح. يا سلام. اذا اراد الوقت يتزعمط وياي اطيح بعينه بس من عينه ما اطيح. الله. وبعد لليجف ما حط المعاذير، ولا خلي الشمع دمعه على طوله. يفر بي الوقت فرت نواعير وبعد عد حكم نلقاك اقول. وقفنا على الحكي وخلينا ناشود، وقلنا لي العطب يترك صديجه. بدلت الحكي بدال الدشاديش وانا ظليت عتشل ملعتيجه. حطيت الفرس ما هو خيال، ما يعرف خريجها من العليجه. سهل من نقعد بديوان شمات، ايش بصرك بالصبح شام صديجه. ترى انا اضحك كذب بي المساير، وانا بالصحراء ذابح لك ذلوله. يفر بي الوقت فرت نواعير وبعد عد حكم نلقاك اقول. تزل واغفر واقول ان سهله وتهون، مو شان البربع يصير شكاك. وبعد ما انحمد لو صير عليك، ولا طول الشوارب ظلت وياك. طيحنا الوقت بالما يقدرون، اللي بوقت المواقف صاروا وركاك. صرت جحفوا علي عسل المجاوير، وبين النيت عمية ونيت حوله. يفر بي الوقت فرت نواعير وبعد عد حكم نلقاك اقول. يا سلام. الله يسلمك. الله يسلمك. انت يعني مرات ما اريد اقاطعك وندخل بمساحات ثانيه، بس انت سؤال، شنو الحب بحياتك؟ تحب؟ والله لازم احب، بس بطريقه مختلفه شويه. شلون؟ مو انا اقول لك، الاختلافيه في انه اللي ما اريد يكون واضح. احنا لما نكتب شعر اذا واضح لما نكتب شعر صح. لازم نبطن. وحلم يعني لا زلت اطار داني، وما اقدر اوصفه ذا اوصفه. هاي الوردة اول ما تفتح ذا جيسة انت بايدك تذبل، هو مثل الوردة، اي واحد بس المسها تخرب. هذا عشق جميل، وصف جميل. يعني تخاف لا تكتب عليه لا تخرب جماله، لان لا هو جميل. ليش اكتب عليه؟ هو اجمل من انا اكتب عليه. يعني هو انسان موجود. ما ادري شلون ما تدري فاكر؟ لا ما ادري هو موجود ما موجود ما ادري. بالعالم لا مرئي. زين هو امتى يعود؟ اصبر ولو للصبر، يراد وسعة خلق. ولو زاد ماي الهجر لابد مروزك تطق. ومن تجفى عنا انعكش، ومن تلفلي يختنق. وما بي حمل وجي، وما بيك شيل الطرق. وش طول الليل 11، وش قصر الليل الطبق. يا سلام. وش رخص حمل الدقل، وش يلوح حمل البلق. ثارينا شمعة وفه، تموت من تنطفي وتعيش من تحترق. الله. وشي طيب جرح الحكي. الله اكبر. من دخل. اصبر ولو للصبر، يراد وسعة خلق. ولو زاد ماي الهجر لابد مروزك تطق. ومن تجفى عنا انعكش، ومن تلفي لي يختنق. وما بيه حمل وجي، وما بيك شيل الطرق. وش طول الليل 11، وش قصر الليل الطبق. وش رخص حمل الدقل، وش يلوح حمل البلق. ثارينا شمعة وفه، تموت من تنطفي وتعيش من تحترق. وشي طيب جرح الحكي، وشي زره من ينفتك. بالطول يمشي العصر، وبالليل يمشي بغمق. الداس على جرحه عبر، والما عبر ضل حليق. يا سلام. حالة غريبة بالشعور. يعني انت خالق دوامة بينك وبين روحك، وبينك وبين الشخص اللي تحبه، ووسيلتكم للتواصل الشعر. انا احس اي شعر، بس يعني هو يفهم شيء انا احكي. والحمد لله يعني مرات هسه اكو واحد ما يفهم اللي تقوله، وهاي صعبة يعني. بس هو ان شاء الله انت تدخن كعلاج لو تدخن كممارسة؟ والله شوف انا يعني بالنسبة لي ظاهر التدخين ما اشجع عليه ابدا. بس تدخن هواي ما يخالف. المصري يقول اوله دلع واخره ولع. فانا يعني ظاهر التدخين ما احبذها للي
اللي الناس المبتدئين بالتدخين ما أحببها، لأنه أولا بها ضرر صحي، وهذا الجسم اللي مسوي رب العالمين، يعني أجهزة ما يعني تقنيات حديثة ما جاي تعرف شلون يشتغل هذا الجسم، فأنت تأذيها صعبة، بس بنفس الوقت تصير علاجية، بس هو الأفضل الإنسان يبتعد عنها، وإحنا تناولناها لضرورة. شنو هي ضرورة؟ علاج لضرورة ما. من شنو؟ والله شوف، هي هسه بالدراسات الحديثة، بس انت ضحكت عرفتنا انا اتهرب من الدراسات الحديثة. شو تقول؟ تقول انه اسرع علاج للقلق هو النيكوتين، يعني ماكو اسرع من هذا. فانت يعني من نسبة النيكوتين بدمك 6، وانت راح تتعرض للقلق، فانت لازم تظل، فراح تنزل هاي النسبة بالدم. فانت زين ليش قلق؟ والله لا لازم قلق. يعني هم مرة واحد أحد العقلاء سألوله قال له يا هم المرتاحين بهاي الدنيا؟ قال لهم أجلكم الله، قال لهم الأغبياء، بس الغبي مرتاح بهاي الدنيا. أنت ما ورا نص ساعة ما تعرف راح شنو مصيرك، ما تعرف. جوز تطلع تموت، تطلع يصير بيك شيء، يعني تطلع الله يسلمكم تنشل توقع، ما أنت ما تعرف يصير بيك. نمشي لك أثبت الله ما نعرف ايش راح يصير. طب لازم قلق، لأن المستقبل مجهول. شلون مو قلق؟ مثلا أنا اليوم مشغل سيارته طالع لبغداد، عندي برنامج، بينما واحد مشغل سيارته طالع لبغداد ما عنده شيء، ما يعرف وين رايح، بدون عنوان. شلون مو قلق؟ انت مرات تطلع بدون عنوان، ما محدد وين رايح وتطلع، لو انت دائما. لا انا ما اطلع بدون عنوان ابدا، وما احب انه الانسان يطلع بدون عنوان. بس اكو نص غناء يعني المرحوم رياض احمد يقول آسف إذا عذبتك، آسف إذا أتعبتك، تأكد يا حبيبي أنا بقايا إنسان يتنطر عودتك. إيه. مرات بلا مرسى وعنوان، بس نادرا. ممكن أغنية تتحول اللعنة. كريم منصور لعنة. صدق؟ كل أغاني كريم منصور لعنة. واي والله أغاني يعني. ليش أحس كريم منصور ورواية البؤساء وحزن الشعر الشعبي هي عائلة متشابهين، هم متشابهين بكل شيء متشابهين ظاهر. يعني كريم ما يعني يتناول الحزن الظاهر، يعني مو مثلنا، يعني مو طبيعتنا الكمية الحزن هاي اللي بصوت. برأيك شنو أهم فرق بين كريم منصور وأي مطرب عراقي؟ شوف، كريم منصور يعني بالرجل، أنا يعني بتقديري القاصر، الرجل هو أستاذ واسم كبير، إحنا ما لا نقيمه ولا، بس هو إحنا نحب نحكي بيه. هو يعني انولد حزين، هو طبيعته حزين، فلذلك كل حتى أغاني الفرح اللي يغنيها بيها حزن، حتى أغاني الفرح من اللي غناها بيها حزن. يعني غنى بالملعب مال العمارة، سووا لعب افتتاحية الملعب مال هونك يا وطني يا تاج راسي، فالجمهور قام يصفق ويا افتتاحية مال الملعب، مفروض فرحانين، حول كريم منصور إلى قهرهم. قهرهم، هونك يا وطني يا تاج راسي، على قد ما حملت من المآسي. أو حتى هو برر بوحدة من أغانيه، من غنى الكاظم اسماعيل القاطع، يقول له ايش تكتب والجديد اللي بفرح كذاب، والقلك جديد يفرحك يجذب، أمه من الصبح تنقل حطب للنار ويفور جدرها وما أدري ايش تركب، مصباح الحزن صبت لي بالماعون، ومن ضيقة الحزن شفت الحزن طيب، هاي هدومنا مالات 10 سنين مو حلوات، بس هن علينا لونهن يقلب. فهو حاله حالة نادرة فعلا،
أستاذ واسم وما اجى يعني بشيء مسيء لهذا اللون الفني اللي هو الغناء، هذا اللون العظيم يعني. واضاف له بصوته، اضاف له بالنصوص اللي قراها، اضاف له بحواراته الجميله، اضاف له هواي اشياء. زين، خلينا نقول اذا قمه البؤس وقمه الحزن انا وياك بيها، ايش تقرا لي؟ قمه الحزن، قمه البؤس والحزن. على قولتهم هاي قصيدة تخليك توجس، هاي المفرد اللي يستخدموها. رابع للوجع والآخ، قلبه ما ادري من ياطين، وحزننا عليك ما كفى شرينا لك حزن بالدين. الله، يلن حزنك غريب وصاف، مدري بيا كتف مشتول، وحكيك رطن ما مسموع، مدري وما عرف شي تقول، شايل حيرة الشتال وبعينك بكم مشتول. يل وصلك صبر وفراقك بصبرين، وحسبت جروح من فرقاك لا 5 ولا 10 ولا 20. قوم ولا تشمت عداي، عيب تقول ما بيه، واذا ما بيك حيل تقوم قوم بحيل رجليه. الك بيش كثر لك مات كل وحده بوجع ميه، اراويك الوجع مو ما تشوف العين، واعرفك تندلج روحي ما يحتاج اقول لك وين. يا دكتور الوفا شويه، طفح دم الجرح فاضع لجاليه، شيل من العمر مطشوش طيش شصك مكسريه. يا سلام، دنيا وفرتك مقلوب، غدا تاخذ من الناقص، تكمل الزايد شويه والمصوب تكمل بجيتك صوابين. وحكي الواساك صم تراب ما سد عبرت الباكين، ايش تظن هم بحرت حوله ببسط زاغول، وهذاك انت تشلع نبتة القداح وتشم نبتة العاقول. ايش تظن يرهم عليها خياط وجروحك مشت بالطول، واذا ما رهم بيها علاج ورن بدرب عزرايين. ويوانا شلون مكسر الصيف طشوا عن المسيرين. يا سلام، بس يخلص المكسر يطشون كلمة الليل. مأساة. لأن هذا الحادث خطية، ليش خليته؟ بس قاعدين مسدة. هاي تنعكس على الواقع نفسه. ايه واقع 100%. طبعا انا بنص اندماجكم بالحلقه وبنص هاي جمال القصائد وجمال اعزاره وجمال حضوره، دائما انا اذكركم بشغله، دعمكم لهذا البرنامج ولهاي المنصه احنا نشوفه بشغلتين، من تشتركون بالقناه ومن تفعلون جرس الاشعارات. هاي رسائل محبه لكم متبادله بيناتنا، فاتمنى تدعمون هذا المشروع وتشتركون بالقناه، حتى كل الحلقات اللي راح نعرضها بمرور الوقت راح تكونون انتم اول الناس اللي تعرفون بيها. تنزل مواعيد الحلقات كاشعارات بجهزتكم. وهذا الموسم يعني بوجود الله يسلمك شعراء امثالك انا كلش فرحان انه هذا الموسم مختلف، و يعني ما راح استمر. انتم بعد كل شوي راح اذكركم. هسه وين نجي للجديد. انت قريت جديد بس انا طمعان بجديدك. خدمتك. قصيدة تقول ليلة ويا العمر، ليلة على حسبة صبر وليلة على زرة جرح. شلون ليلة ويا العمر، ليلة على حسبة صبر وليلة على زرة جرح، وذنبين اللي بدنيتي واحد امتان المشو ومنشد على ما يصح. وهمين اللي بهالوقت ليلين اللي ويا العمر، ليلة على حسبة صبر وليلة على زرة جرح. سلام. وذنبين اللي بدنيتي واحد امتان المشو ومنشد على ما يصح. وهمين اللي بهالوقت واحد يشق الجرح وواحد يذر الملح، ويا ليل يا ابو الحزن ويا يدور زعل وياك يدور صلح. وعينين اللي بغيبتك وحده انطفت بالجفه وحده على شوفك تلح. شوف ايش كبر حيرتي من سد باب العتب باب الحزن ينفتح. سلم سلام العرف والدور عذرك عمر لو بل شلونك تشح. ما خضرت عشرتك عود بمساح الفلح. سلم سلام العرف والدور عذرك عمر لو بل شلونك تشح. ما خضرت عشرتك عود بمساح الفلح. وجرحين اللي بغيبتك واحد يفز المسه وواحد يفز الصبح. وصبرين اللي ويا العمر واحد بروح التهه وواحد محمل طرح. والدنيا من غيبتك ساعات تمشي عدل وسنين تمشي صفح. كف الحكي بجيتك ما اريد اطول الشرح. يا سلام يا سلام، لا توقف. كف الحكي. قرأت الجديدة الرابعة ما راح اعلق بعد. جديد الرابع
أنا يقولون إذا وصلت سنك 40 يجعل لك ذاكرة ورقية. خلينا ساكتين بالعمر، أنا ما أريد أقول للناس عمر أنت جرب. تتحفظ عن عمرك. قصيدة تقول حزن قلبي جرح مفضوح بيدل ما يعرف يروف. أنايط والشمج روحه ورد دردود لجروحك ولا تشني. أصوغ عيونه والبيهن وضيع الشوف وضلع لله وطيوفك يحاكني. أمل ممشى الرجال النوبليك سحوف ولقيتك وين غازيك العمر وشيب بزلوفك. يا وانت شلون صماي العمر ما كضت جفوفك. تواسيني على وقت الراح والما راح بيك يطوف. أدغر بالصبر وقتين ما درت بحلقة خلوف. مدري شمال هالدنيا على حزنك تردح بنفنوف. أضمك وين من روحي يا جمرة على يزة صوف. شاي امتى الوقت يندار شاي امتى الحزن ينفض. يا فلان الوجع يا فلان شتى بقاعنا وقيض. وهاي الروح حفنت عن برات بجوع كلها وقام يتلمض. ما لوم وعلي اللوم ودب الصوت بظروفك. وزدت الليل بالحسرة ونام بشارب ظنونك. يا هل بتكون يلفني وما دامك صرت بذات. نام بمكسر الشمات شحوش الوح الفرقاك. وعز عليك روحي وكلمتي شلونك. وشوف انك ضح السني قام وطاح بي الليل يركض لك ركض مجتوف. ولقيتك نار لكن ما تونس الضيف شي صاير حطبها قطوف. ولقيتك نار لكن ما تونس الضيف شي صاير حطبها قطوف. يا سلام يا سلام يا أخي. حط غضا يحط شي. يا أخي شوف، أثناء قراءتك للقصيدة شايف مرات أنت تحس بخلال يومك اكو أشياء مستهلكة تسمعها، حتى الكلام العادي. يعني نادرا ما إنسان يفاجئك بجملة، يفاجئك بمفردة فعلا. أنت اللي يميز قصادك أنه هي كسر لرتابة الواقع، كسر رتابة اليوم بصورة عامة. الله يجزيك. يعني أعتقد أنت أكو أمور بيك أنت يجوز مرات ما تنتبه لها. لا هو الحمد لله أقول لك أنا هاي الأمور والله يعني عفوية. أنا ما لا متقصدها ولا شيء، هي عفوية تطلع. والإنسان مهما يكون عفوي أحسن، لأنه أنت نوعا ما مبين نرجسي، عندك أنا عالية. لا بالعكس، لا أنا ما عندي. أنا اكو بيت عندي يقول لجت مثل الدمع لولاج ما بين الجفن والفص. وانا عمر نفس دخان مدرب يا حلق يخلص. ارخص للي يغليني واغلع للي يريد ارخص. قطرة مستحب روحي لا زادت ولا تنقص. ومن صار الحجم زامط لم هدم الرفيج وقال نترخص. وعرف بالنفاه يجيك وقت الضيج يتملص. وانا قلبي مثل حال الحلف بيمان لا كذب ولا زود ولا نقص. ولا هملش مات بيوم ولا طخطخ ولا حرمص. طحنتني الرحي وطتني للتنور وسوتني تشوفوا فقرص. بجوع وعركة مال بطون وزعني الزمان احصص. يا وسف الكديشة معاذ بالميدان والمرسن رسنها تخاف تتحقرص. اسولف والحكي يغثك ويطول الحكي ويعرض ونفحط ما نكمل الناس. بس انت شوف، انت يمكن بعيد، يعني انت بعيد عن النرجسية، بس انت تميل انه انت مغلي روحك بوقت الناس. انا نادرا ما القى واحد مغلي روحه. والله شوف، يعني الانسان هو مهما يكون يعني لازم اكو مهما يكون بسيط. مو هاي البساطة وهاي الطيبة وهاي يعني تصير انت طعم للآخرين. لا صح. ابد انت لا تصرف اليوم تقول اني كنت طيب وي فلان واستغلني. غلط، ما يصير. انت تعرفه مستغلك، خلص انت بعد ليش تبقى هاجر. زين، برأيك المدينة ظلمت الحب والقرية أنصفت الحب؟ لا، القرية ظلمت الحب والمدينة أنصفت الحب. بالعكس، القرية أطت صعوبة للحب وأطت متعة للحب. أما المدينة لا، المدينة سهلت الحب وخلته أمر طبيعي وشيء عادي يعني. بس القرية لا، عكس هذا الشيء. بس برأيك تسهيل الموضوع انصاف لو تشويه؟ لا
100% تشويه. والشيء يعني هسه مهما كان سهل كل الناس تقدر توصله، بس انت مرات توصل الى قناعة انه هذا الشيء ماكو احسن من عده. انت في نظريتك هو اكو اشياء هواي احسن من عده، اكو احسن من عده اضعاف، بس انت توصل الى قناعة انه ماكو احسن من عده وترضى به. وهذا ما يقال عنه القسم والنصيب. انت من الوركاء؟ من الوركاء. اي احكي لي شوي عن هاي المدينة. والله مدينة الوركاء هي حاليا يعني هسه الآثار الوركاء تبعد عن مركز السماوة حوالي 40 كيلو. أي. وهي أول مدينة حضارية عرفت الكتابة هي الوركاء بالتاريخ. أي بالتاريخ. وللعلم يعني هو هذا مجرى نهر الفرات اللي يمر بالولاية مال السماوة، وهسه مركز مثل ما قلت لك اللي تبعد هي عن المركز 40 كيلو. مجرى نهر الفرات انحرف التكوين اللي التربة بالسماوة هش ما بها صخور. وتعرض العراق إلى فيضانات أدت إلى انحناء مجرى النهر مسافة تقريبا 40 كيلو 35 كيلو. فمن المجال مال نهر الفرات تغير بالاتجاه المعاكس، مدينة الوركاء اندثرت مدينة الوركاء، لأنه أساس الحضارة يعني اللي بالعراق الماء أول شيء لازم يكون متوفر. صح. والأرض والزراعية يعني هنذني. وبما أنه يعني نهر الفرات انحرف مجراه فاندثرت الوركاء، بس آثارها موجودة يعني هسه أكو زوار وسواح يجونها، بس تحسها مظلومة يعني ما مسلط عليها الضوء مثل باقي الآثار الموجودة والله بالعراق. مثل ما تفضل الأستاذ السيد قبل شوي كنا نحكي قال لي جملة حلوة، قال لي الوركاء تضاهب يعني بابل تقريبا هن قريبات بالعمر، والوركاء هي أقدم من بابل، يعني من أقدم الحضارات اللي موجودة بالعراق هي مدينة أوروك. بس للأسف يعني ماكو اهتمام بهذا الموضوع ولا باقي، يعني فقط يجونها سواح زيارة، حتى يعني يمكن حماياتهم قليلة عليها. انت بقيت 3 سنين ببغداد. ايه. شلون كانت تجربتك؟ شنو فرق الحياة بين 3 سنوات اللي ببغداد عن الوركاء؟ والله شوف يعني هي الحياة ببغداد حلوة والحياة بس بكل محافظات العراق، بس كل محافظة إلها ميزة، إلها طعم، إلها شيء خاص بيه. إيه. فأنت هذا شيء تتذوقه ببغداد ما تتذوقه بالسماوة، أكو شيء تتذوقه بالسماوة ما تتذوقه ببغداد. صحيح. يعني تلقى أكو تفاوت، وهذا جمال. يعني ببغداد أنت يعني تريد تلقى موجود، تحس ملتقى العالم. شارع المتنبي ببغداد، ساحة طيران ببغداد، باب الشرج ببغداد، يعني هاي الأشياء الجميلة كلها ببغداد. تروح مثلا يعني الحلة، آثار بابل، تروح الناصرية أور، السماوة أوروك، كل محافظة كل محافظة لها ميزة ولون وشي خاص بيها. وهذا الاختلاف عند الزائر يضيف له. صح. يضيف له شيء كان جديد ما معروف، كان لو نفس المستوى هنا ما يصير. صحيح. بس هي تصير تجربة واحدة. تصير تجربة واحدة مفهومة. عندك نص انت موظف بيه محسن نفسه، محسن الخياط بقصيدة، ويش تقولوا قصيدة محسن بروحي نظمها مربع مدوري. يا ريت لا تقراها. ايه صار. هي هاي صارت بيها واحد سألني قال لي شلون قصيدة محسن جروح نظمها مربع شلون؟ هو عنده قصيدة مال نخوة عشاير كاتبها بالنظم هذا المربع المدور، ينتهي بالكلمة يبدأ بيها. مثلا أذكر لك مثال، روحت واخذت يل ما تحن لها مثل عود الزرع راكبها من جلها، ركبها المنجل ولازوم لاويها وألف عونة حصار تهوس عليه. تقلب مال حاضر صبخة حريها وغدا يضيع الفرس ريحان عاذلها تنيح والزم السكان وانا برجلي رحة وناحرة موحان
عايفني الوقت والصبر وعضيضان، وراح ذيك ربعك انت اجاملها كنت ومكرم ومعزوز، واكرم للعزيز بغير تشيل وروز، تاليها حمج ويريدها بتموز، ثقبت بالربيع ولا يلحجله. الان تستمر القصيده طويله، يلحجلها ويرجع فلك باجيها صم رماد الى تناول عشار الكريمه عشار السماوه. فالقصيده يعني تبدأ بالكلمه، الشطر ينتهي بالكلمه، يبدي الشطر الثاني بنفس الكلمه. ايه. فقال انت شلون تريد؟ قلت له انا يعني القصيده، قلت قصيده محسن جروح نضمها مربع مدور. قصيده محسن ينتهي بكلمه يبدي بيها، لا احنا هنا نبدي بجرح ننتهي بجرح نبدي بجرح ثاني. اي فهي جانب سيفه متعني وتلقيته بطرق منحر. وقصيده محسن جروح نضمها مربع مدور، وجرح من حربه مسمومه، لا عطبه طيبه ولا يفيد الزر. واركبني الوقت قوة على دولابه، ساعة اصعد وساعة انزل وساعة افتر، وصرت بظهر مهرة ذيرت بالليل، لا تتفر شريعة ولا تدل معبر. يا سلام. وقصبي الوقت خشبة بحلق منشار، من يندفع ياكلها ويوجر بها من ينجر. شقل لك روح ظلت ثوب حي عليك، لا ينشال لا ينغسل لا ينشر، وانت شمعلت بك الشمس بالقلب، يخفف فيك المكسر. وانا منرد وصفك هيل لا تختار، شينه الهيل لا عنبر، اشتري دزيد بعد يسمر لو انك توقع بعركة. شنو الغزل؟ شنو الحب؟ لسن وياك على روح انغر. ارجع لي يا ريت يكون ارجع لي ودار وصفنك. وانا منرد وصفك هيل لا تختار، شنه الهيل لا عنبر، اشتري دزيد بعد يسمر لو انك توقع بعركة. لسن وياك على روح انغر، ولو انها تصير ويشمات قنايا انحر الصنقر. وشفت روحك بيار تفيض بروحي، وغيرك شفته ما يرويش ما ينقر. يا المالك وصف مثل الهول بالبر، يا الأقرب من بياض العين لصبيها، يا معتبر ولا صح مثلك معتبر. غرز ثدي الحج بجفوف اللي يحلبون، ومن جاسته جفوفك در. يا منك كسر برد الشتا للقيض، والتف القصيل وصار لون اصفر. دفك بابك وخلنا نهز لك الشباك، ترى السيد الما ينزار ما شور. ترى السيد الما ينزار ما شور. السيد يا سلام. ما يشور ما حد يزور. يا سلام. انت ما ينشبع منك. الله يسلمك والله يعني بالي سؤال، حتى هم انا ارجع اخذك شعريا، اريدك تغرد انا احسك انت تنظر المحسن بنظره يمكن مو اغلب الناس ينظروها اليه. اعتقد انت ادق، خصوصا انه انت يعني انولدت شاعريتك بهاي المساحه، هاي مساحه الشعر. فعندي فضول، شنو تحس اغرب بيت سمعته المحسن؟ أغرب بيت سمعت المحسن أثار تساؤلاتك، أثار فضولك. والله شوف أنا يعني كل الأبيات اللي سمعتها إليه كلها واصلتني أعرفها يعني. وماكو يعني بيت أثار فضولي إلا يعني بيت في قصيدة. وهي يعني القصيدة كلها حزن مخلي بيها بيت غزل، اللي هي قصيدة شوق الغريب. يعني من تريد تلزمها قصيدة كلها دم كلها جروح، بس مخلي بيها بيت يعني اللي يقول بيها أنا شوق الغريب القرب ولاح. أنا حسرة هذاك الأيس وراح، تعنيت اللي يخوف كلمة سلاح. أنا العن الشماتة بوجعة ارتاح. هنا هذا البيشين الذهب من زيج حلوة وبالدرب طاح. إجابة بهاي المعركة شيء عشان دخل بالنار. بس هو يمكن أبو ظاهر يريدنا يعني يريد الأجيال اللي تيجي يريدها تحكي تتساءل ليش هذا البيت انطرح بال. فما صحت لي الفرصة أنا وأسئلة أقول له وين هذا الجمال اللي خليته بنص هذا الدم؟ شنو خليت لك لؤلؤة بهذا الدم؟ ايش تريد بيه؟ تريدها تبين؟ والله ما أدري. هي شوف مرات انت يعني أنا كمتلقي من بوعي هذا البيت، أنا أعرف هم هذا البيت هم بيوجع، إنه هو الذهب تحسه مرات يتعلق بجميلته، يتعلق بالمرأة اللي هي لابسته، من يوقع منها من يفارقها ممكن يتحول للأشياء ثانية. يعني هو كان بالزيج. هسه أنت جوز تأخذها، أنا أخذها من غير باب. أنا أخذها من باب أنه الذهب من زيج حلوة وبالدرب طاح. هو كان برقبته غالي، بس من طاح بعد فقد قيمته. بالضبط هذا القصد. فقد قيمته. هو مرات شوف مراتي أنت تقدر توصف قمة القبح بقمة الجمال، وتقدر توصف بالعكس قمة الجمال وقمة القبح. يعني أكو العبد الرحمن بن مساعد بيت قصيدة مهمة اللي هي 40، فيقول
يقول لا تثق باللي تثق به، بدي شكك وارتيابه، كم عهر سافر يغطى بملمح طاهر طفولي. الله جميل. عندي للدنيا سؤال وما أبي منها إجابة، هو يغير شيء رفضي أو حيادي أو قبولي، فهو عشان موظف جمال الطفولة بقبح الجوهر. هنا الفكرة صح. وبصورة عامة أسألك سؤال، أنت الشعر الشعبي العراقي أكو بيهم يقول لك شعر الشعبي العراقي خرب مو مثل قبل، شعر الشعبي العراقي ممكن يزول بمرور الوقت، شنو شعورك تجاه هذا الكلام؟ والله شوفوا الشعر الشعبي بالعراق أبدا ما ينتهي، أبد، سابع المستحيلات ينتهي. ليش؟ لأن البلد اللي ولد مظفر وولد كاظم وولد عريان وولد ناظم وولد عزيز وولد شاكر وولد لطيف وولد عطا السعيدي وولد رحيم المالكي ولد هو هاي الشيء يعني أحسب ما سمير صبيح هواي ما نخلص يعني ما معقولة يعني هذا اللي جاب لنا هيك أسماء وطرحهم إنه ما معقولة ما أكو ناس وراهم. هسه ما لازم بمستواهم، خلي يصيرون بنص مستواهم. صحيح. يعني مستحيل انت العراق بلد ولاد ويعجبك بالوجع. يعني انت ما دام اكو ليل ونهار ودنيا ماشيه وهذا الوضع بالعراق، لا العراق على هذا الوضع الكل الزين لا يبقى يجيب شعراء وما كتوام. هو العراق مش معروف عليه انه هو عصبي ومقهور. يعني هو كأنه ما الحزن مكتوب على العراقي. انا سمعت قبل فتره طلعوا جماعه بندوه يسألون عن اصل الطرب الريفي منين اجى. السومريين كانوا يزرعون محصول القمح والشعير. يمتى تبدأ زراعتهم؟ من شهر 11 شهر العاشر، يكون حصادهم بالشهر الخامس أو شهر الرابع حصاد، هو هذا شهر الرابع الخامس حصاد. فكانت يعني بزمن السومريين الحمد لله حتى لا مطر وفرات ودجلة ما بين ماء تصير فيضانات. فهاي الفيضانات يمتى تصير بشهر الرابع بشهر الخامس. ليش؟ لأنه زود كمية منسوب نهر دجلة والفرات، وهو العراق بطبيعته يعني في شماله عالي وبالجنوب السهل ممتنع، يعني من هناك عالية الأرض ومن نازلة، فيصير حتى جريان النهر بصورة سريعة، وترتفع درجات الحرارة بشهر الثالث والرابع، فالثلوج تبدأ تذوب. وين تنزل مياه دجلة والفرات، فيتعرض إلى فيضانات. فالفيضانات وين تروح؟ هاي تطق على المزروعات مال الفلاحين. هذا الفرات الأوسط، الجنوب، ناصرية، عمارة، بصرة، السماوة، هاي فرات الأوسط، نجف، كربلة، فتدمر المحصول مال الحنطة والشعير. فهم يظلون ينعون نعك إنما بكاء ينعى المحصول، ينعون المحصول. فمن هذا اجى يعني من هذا المنطلق اجى مبدأ الغناء الريفي. ومن تنظر له يعني الطرب الريفي بصورة عامة حزين. صحيح. يعني ما يميل للفرح، صح، ميلان أكثر شيء للحزن. مراقص. فهو الحزن هو مولود بالجنوب، ولادته من السادات يمكن إذا عدة جنسية وتقلبت تلقاه جنوبي. يعني أنا أتفق. الحزن حتى أسمر، هو يمكن أسمر، لا شمس ما أدري. إذا بلحظة الصمت بدون كلام، شنو دائما الأشياء اللي تراود بالك؟ شنو تفكر؟ والله أكو كريم منصور يقول راحة بال وطيبة خاطر أكثر شيء يريد الإنسان. هي بس راحة البال، الحمد لله والشكر. أنت ماخذها راحة البال؟ ما لازم ارتاح، إذا ارتاحت ما راح كش ما تحصلون مني. بس أنا أحب شعريتك، يعني المفروض أقول لك إن شاء الله الله يتعبك تبقى بهذا أنا في خدمتك.
لو كان هذا هو النداء الأخير ماذا ستقرأ شعرا؟ هذه مشكلة. قرأت تحن يمتش بعد حن الجرح للسيف، وبالمجتول فل نقاب شتاله. الله أكبر. وتحن يمتش بعد مو حامض العنقود، نزل قوة على روحه وطاح بسلاله. يا سلام. تحن يمتش بعد حن الجرح للسيف، وبالمجتول فل نقاب شتاله. وتحن يمتش بعد مو حامض العنقود، نزل قوة على روحه وطاح بسلاله. والعيطة على ذاك الطول نزلت حبة التاله، تزيح الليل ما دامك ضوى بلاله. يا فرك الحريث البيك ما حد فال لشجاله، وانت اشكال بس مرغوب، وحتى الطير من شافك مد جنحه على طوله ورادك اشكاله. شو وصفك وانت مثل الماي ما ينغر على القطال لو شخت عليه فاله. يا سلام. وانا حالي مثل حال القعد عند راس ميت ومتنعاله. تحن يمتش بعد صار الغميج قياش، وعليك النهر يتوسل بالوشاله. ودرب ما ساحجب نادم، ودرب يراد لدلاله، ومشخشوف بدرب مخطور، ومهر يراد لخياله. يا شرج السماوة بعزة الخامس، من تحت التخلي القاح في التاله. ويوانه ديب ذب حملك على ستافي، موش بحال ذاك القال فوق الحمل تجمال. يا سلام. الله يجزاك. يعني أهنيك الله يسلمك. والله. يعني أنا دائما من أريد أدعو ضيف أدعي لي، أنا أحب شاعريته، الله يجزاك. أدعي لي أنا أسمعه، الله يجزاك. فأريد الناس يسمعوه وياي بس. الله يجزاك. الله يسلمك. هاي أبسط طريقة إنه أوصل لك رسالة، إنه يعني أنت من تقرأ أنا ببالي يفرغ من كل شيء ممكن مضوجني مراودني، يصير عندي غرابة إنه البيت الورع ايش راح يحط بيه، القافية هاي وين راح تاخذه، ايش معنى ماخذ هاي، شنو هالدخول. انت حتى بنائك للدخول ملفت للانتباه. انا اقول لك شوف، يعني انت من تريد تبدي شيء بناء، تريد تطب لك مشروع، تريد مشروع لازم تخلي لك راس مال. بناء لازم تبني اساس جيد. بالشعر يعني انت لازم يكون دخولك قوي، بناءك قوي، لانه دائما المستمع او يعني هو باله يمك اول ما تشي تقول النوب، هو انت لو تشده لو يخليك تغني لو حدك هو يغني بغير واده. تحس عندك قصيدة مظلومة؟ لا الحمد لله، القصائد اللي عندي ما نظلمون. اكو قصيدة تقراها لروحك؟ والله انا اشوف، انا ما اخفيك شيء، انا القصائد اللي اقراها لروحي قصائد مو لي. وانا مره كنا تعرف يعني انا مو بس هاي الفتره شويه تقربت مني، مو يعني من محبين البثوث وايد. اي بس هاي اخر فتره يعني كنت ما عندي شيء قاعد. ما هم مجموعه من الشعراء بدون ذكر اسماء، وبعض منهم شباب والله، يعني حتى جوز ما عدى حتى 5 قصايد. اي فقرأت لهم قصايد انا احبها، قالوا لي ايش نسمع من عندك؟ قرأت لهم قصايد انا احبها، قالوا هاي الفلان هاي الفلان. قلت لهم شنو المشكله؟ قالوا انت شاعر بعد ليش تقرأ الفلان؟ قلت لهم انا اولا شوف، انا ما اشوف روحي شاعر، انا ما اقول انا شاعر، بس الناس الحمد لله سمعها تقول فلان شاعر، وهذا يكفيني كافي. من اسمع قصيدتي اقراها سجاد، من اسمع قصيدتي اقراها فلان فلان فلان، هاي انا واصل بعد، ما يحتاج. يمتى ما انظلمت اقول انا شاعر، يمتى ما اقدم شيء وما حد يحترم هذا الشيء، لا هنا انتفض اقول انا شاعر. بس انا من اسمع الوسط يحكي بيه والشارع يحكي والناس والموجودين يعني ما مخلين شيء بحقي، ما قايلين انا بعد ليش. والتشاعر ونص. الله يسلمك. حافظ مقطوعات الشعراء؟ والله مقطوعات انا احسها هاي مبادرة حلوة، يعني يوم شاعر. لا والله ليش، انا بالنسبة لي لا اقول انا الشعر المفروض يعني اي قصيدة تستحق الحفظ المفروض نحفظها كل احنا كشعراء نحفظ. احنا حتى نستغل مساحة، حتى ذا ابيات.
ابياتك وشاعر قلت لك يعني انا اعول عليه، وان شاء الله يكون ضيفك ان شاء الله. شاعر اسماعيل محمد اسماعيل. استاذنا. يقول قصيدة هي طويلة قالك منها مقطوعة. يقول: لا يا هواي لا تشره سفين الشوق، ما وتشب شريعة ولا صف الاشراع، وانت الموجة هيسك تطفح بدمي، وجرفينك نبض ما من هلك مطلع، وجروح لمد الشوف نبعن اوف، ويرشن شواط محبتك نعناع، وجروح دو جروح وخذ عطاب يرهم كل جرح، يدب بنينه وداع، يل ذكرك يمر بيه ندولي هوب، احب حبك صلاة وذنوب، يل وصلك ترافم ملح بشوقي، صرت طوقي وحزن دنياي معضدها وقلايدها وضو احلامي وربيع القاع، لا تمحل ولا تظلم ولا تريع ولا تنشره ولا تنباع، حيرة ومرعدة روحي وعمر البي هويتك ضاع، وفراقك سبوق مرسن بصبرين، ما بين القلب والعين صبر ناطري، وصبري جروح وساع ناحر بالعمر محمل بهاق الشيب، لا نخوة ترد ولا قصر مصراع، من تروح يا حبيب هواها وزادها وميها، تريد شموع شعشع لك ولو شوف على شوقك نار ما يبرد شمع ضيها، ردت من ضلوع ضلع لك ولو ما توسع ضلوع الهواكش ما كبر فيها، ردت ندموع دمع لك ولو ما تستر دموع على عينه وحسنك صبيها، ردتني اش ما ردت ويهون ترمد ليش ما تعيون، لو رديت للديرة الحنينة ويبتشر حيها، يا وين مروتك حيها، رضت روح بجلي لخاي بالسويت نايم بالبراد وتقطع شويها، يا الحبك صح ومبيات ما ظنيت، يا حتى الخشب منك تقذل للضوء مرايات، وانا وياك يسمر مرصع وشارك، ادور بلهفة الهلبت وطيح بلفحة الاهات، وش ما احس بيت انساك رت انساك انسى المستحى من الناس، واتمنى الهوجياتك مرايات، لكن لو وصل علمك على لسان الشمات هواي، قالوا مات برد الويل طش الهيل صيح نحيل، اردك حيل يا الشمات ميت مروة الشمات روح هواي، ثيلة تحشها وتنبع ريحة بكل صدر تربع، روح ولا تقولش روح لو ان الموت مرهت ورشعت ورشع، وانت ولا يحرشك هم ولا عظمت الشيم، وان لو غمضت عيني على كل ما بيك تتلملم، وردت يعبر زفاف عليك لو حتى على روج الدم، وقل للروح لو زهقت يروح ما ينوش الماء يتيمم. يا سلام. يعني حبه إلك زاد بسبب هاي الإضافة المهمة اللي أنت ما حافظ مقطع، أنت حافظ قصيدة كاملة، قصيدة طويلة. ذولا يعني هم سابقين بالتجربة وأساتذتنا. أنا أريد أحكي ولو أنت تحكي، أنا آسف ما قاطعك، بس أنا أريد أبين لكم شغلة. من دعيت أعزار رتب حلقة، أول حكاية قال لي أنا أفضل أتنازل عن دعوتي وتدعي تجربة مهمة اللي هي الأستاذ إسماعيل محمد إسماعيل. أي أستاذ إسماعيل محمد بمكاني. فتخيلوا يا شاعر أن أنت جاي تدعيه بحلقة، فهو يتنازل عن دعوتك إلى بالحلقة ويرشح شاعر من الرواد، بوقت أنه بالحياة العامة اليوم يمكن صديق ما يتمنى الخير الصديقة، وممكن الناس جاي تدافع على الفرص، يجيك شخص يقول لك أوكي أنا أحترم دعوتك، بس أنا إذا تبقى علي أتنازل عن الدعوة لغير إنسان أشوفه أنه هو أكثر يستحق. فللأمانة يعني مثال لنكران الذات، ومثال لما يكون الشاعر. الله يجزاك الله. أنا أشوف أستاذ يعني بالنسبة لإسماعيل، أستاذ محمد إسماعيل محمد إسماعيل، يعني هو من الرواد واسم، بس هو شنو يعني هو مغترب ما عايش هنا بالعراق، بس هو يجي فترات هنا، وحتى أنا يعني هذا الكلام أنا ما أريد أحكي، بس أنت يعني جبرتني. أنا لا تربطني بي علاقة شخصية، يمكن هو الرجل حتى ما يعرفني، بس أنا حب له الشعر وحبه إله يعني فرض عليه أن أقول هذا، لأنه ما أشوفه أخذ استحقاقه، وما أشوفه يعني طلع بمنصة وعد من خلالك راح أقاتل في سبيل أرشف الحلقة. الله يسلمك. والله إذا الله قدرنا على الموضوع ما تقصر. إحنا وصلنا لنهاية الحلقة، أختم ليها شعريا حتى نقولهم فيما لا والروح.
قصيدة تقول الغير بدل ثوب قلبه وانا ما اجيب ببداله، وام دا وقت جنيحه يشيل للمحد بحاله. وانا منك عيب ما ابكي على روحي، ابكي على المحد بجاله، وانت ظل مرعد بعمري البيب وقت بس له شاله. ومن راح تروح بقصيده لا من راح تروح برساله، هناك وصف لك وبطل خاف موش انا اللي بقلبه وخاف موش انا اللي بباله، ولا تزامطني بغلاتك لا برد شوف على شوقك ما تدفي نار لاله. وانت مني تفوع عنبر وانا منك عود فاله، وقل لي شي قعدك بسدي وانا خلقي في ياي تاله. وانا ذاك الشارد بروحه وغلاها وناركم لزمة ذياله، ادري ما شورت روح العلك شدها بطرف شاله، وتدري ملاك البيادر زحمه لو رد على السحاله. امن الناطور جنه وسرح الذيب بحلاله، ولاحظ بقعدة مضيفه ولا شرب قهوة دلاله، وبيده شك ثوب النظيف ولبس ثوب من السماله، والنهر شح ماء كله وشربت الواد انزلاله. يا سلام. أنا أختمها بتصفيق. الله يسلمك. شكرا لك. الله يسلمك. شكرا لك. قبل لا أتوجه الخاطرة النهاية، حكيت يمكن الكلام اللي يمثل داخلي. أنا أتمنى الناس تشوفك مثل ما الشعر الحقيقي يشوفك. الله يسلمك. شكرا. هاي الجاية، وأتمنى إحنا نكون لقنا بالسادة المتلقين من ناحية إنه أنا وعدتهم بحلقة إلك مختلفة، وأتمنى قدرت باللي أقدر عليه إنه طلعتك بالطريقة اللي أنا أشوفك بيها. ما قصرت والنعم منك وجزاك الله خير. أنا جاي أختم ونسيت شغلة كلش مهمة، إنه عزارة بالأبوذية إلى نكهة خاصة. ملكني عجينة والمصايب ملكني، وعليك بكل عزلطم ملكني يا قضبة بوه، وانا ملكني احرجك لون ويت تعيل بي. الله. فلاحت فلحت بالهم مشت شال، ويمين تنوش للطاير مشت شال، صرت لقمة بحلق واحد مشت شال، فهاوة ودغدغة منيلو مكانك بالمحابس شذر محماس، وتعال وشوف قلب شلون محموس، صرت قهوة تران ببطن محماس، شعوط والقهوة يدوف بيه. احتار بدفن خو ربك عطاطير، ومرحب من تحدى الحق عطاطير، صرت سلعة بعد الوادم عطاطير، بجماعة يصيح الدواج بي. يا سلام. نزروا المصايب ذايرنها وعم عيون اليمامة، ذايرنها ساعة وبيد ربك ذايرنها الشوامخ تنبسط ويا الوطي. يا سلام. لا تعليق. قبل خاطرة النهاية أنا دائما أوصيكم على شغلة، إنه إحنا برنامجنا هو مجاني لكم، والضيوف الراح إحنا نقاتل في سبيل نجيبهم، مردودنا المادي شغلة واحدة بس، إنه تشتركون بالقناة وتفعلون جرس الإشعارات، لأن وجودكم هو قيمة بودكاست أبهر. حتى ما نتوقف مرة ثانية، فمردودنا المعنوي هو هذا. بخاطرة النهاية، إذا تباوع بحياتك زين راح تلقى أكو شخص من كنت مو بخير قاتل حتى تكون بخير، ومن كنت بخير قاتل حتى تبقى بخير. يمكن مرات ما تشوفه هواي، وجوده بحياتك مو دائما، بس من تحتاجه راح تكون تشوفه قدام عينك. هيك أشخاص أنا أعتقد بحياة كل واحد بينا، ويستحقون كلمة شكر الوجودهم بهاي الدنيا. كان ياكم سجاد صباح بحلقة ممتعة من بودكاست أبهر، وانتظرونا بحلقات ثانية.